كتحسي براسك عايشة في واحد العلاقة اللي كل نهار كتزيد فيها التهب والضغط على قلبك وعقلك. كتلقاي راسك خايفة متوترة وحتى كتفقدي الثقة في راسك وفي الأحاسيس ديالك. إيوا، راه هادشي علامة على أن العلاقة اللي فيها ممكن تكون سامة، وخاصك تعرفي شنو هي العلامات وكيفاش تحمي راسك قبل ما توصل الأمور لدرجة كتقدر تدمر حياتك العاطفية والنفسية. واحدة من أكبر العلامات اللي كتبين أن العلاقة ممكن تكون سامة هو ملي كتلقاي راسك كل مرة كتسمعي كلمات كتجرحك وكتحسي أن كل شي غلط عندك، وكل تصرف ديالو اللي ما عجبكش كيتحسب عليك. كتحسي وكأنك ناقصة وما كتستاهليش، وكأن الحب ديالو ما كيعطيكش القيمة اللي كتستاهلي. الحب الصحي بالعكس كيخليك تحسي بالقيمة ديالك وبأنك مهمة، وماشي بالنقص أو الإحساس بالدونية. إلا حسيتي بهادشي راه وقتك تفكري مزيان وتخدي خطوات باش تحمي راسك قبل ما تتأذى أكتر. تاني علامة اللي كتبين بلي العلاقة سامة هي ملي الشريك ديالك كيبغي يتحكم فيك عن طريق مشاعرك. كيقدر يستعمل التهديد بالابتعاد أو يفرض الصمت الطويل باش يحسسك بالضغط أو يخليك ديما خايفة تغلطي. هاد التصرفات كتخلي العلاقة كلها توتر وخوف وما فيهاش راحة نفسية. الحب الحقيقي ماشي خوف وماشي ضغط وماشي تلاعب بالمشاعر ديالك. الحب الصحي كيكون دعم، احترام وفهم متبادل، وكيخليك تحسي بالأمان والقيمة ديالك ماشي بالعكس. إلا لاحظتي هاد العلامات راه ضروري تفكري مزيان باش تحمي راسك وتخرجي من هاد الوضع قبل ما يتأثر حياتك النفسية أكتر. ثالث علامة ديال العلاقة السامة هي ملي كتكوني فرحانة بنجاح ديالك كتشاركيه مع الشريك ديالك، وهو بدل ما يفرح معك كيقلل منه أو كيخليك تحسي باللي ماشي مهم، ولا حتى كيقارنك بالناس الآخرين ويخليك ديما تحسي ناقصة أو أقل. هذا التصرف كيجرح وكيهز من الثقة بالنفس ديالك. الشخص اللي كيحبك بالصح كيكون داعم ديالك، كيشجعك على الإنجازات ديالك وكيخليك تحسي بالقيمة ديالك بلا مقارنة ولا تقليل من شغلك ولا مجهودك. إلا لاحظتي هاد السلوك راه ضروري تبدي تفكري وتاخدي مسافة باش تحمي راسك وتحافظي على صحتك النفسية. رابع علامة هي ملي كتلاحظي أن الشريك ديالك كيعدك وكيعطيك وعود باش يصلح الأمور أو باش يكون أحسن، ولكن مع الوقت كتكشف أن هاد الوعود ما كيتوفوش أو كيبان أنه كيكذب عليك فاش يكون عنده مصلحة. هادشي كيبين باللي العلاقة ما فيهاش الصراحة ولا الثقة، وهما الأساس ديال أي حب صحي ومستقر. إلا بديتي كتحسي أن الكلام ما كيتطابقش مع الأفعال ديالو، أو كل مرة كتكوني متفرغة كتنتظري التغيير بلا نتيجة، راه هادشي مؤشر واضح أنك خاصك تبعدي وتحمي راسك قبل ما تولي العلاقة تتسبب لك ضرر كبير على الصعيد النفسي والعاطفي. الحب الحقيقي كيكون مبني على الصراحة، الثقة والاحترام، وماشي على الأكاذيب ولا الوعود الكاذبة. واحدة من العلامات المهمة باش تعرفي أن العلاقة سامة هي ملي كتلاحظي أن كل يوم كيبدا بالتوتر والخوف، وكل ليلة كتناسي صعيب وما كتقدريش ترتاحي. كتولي أفكارك دايما مشغولة بالمشاكل، كتفكري في كل حاجة صغيرة وكبيرة بلا توقف، وكتحسي أن الطاقة ديالك كتخلص بسرعة. هاد النوع ديال العلاقة ماشي غير مؤذي للعاطفة ديالك، ولكن حتى للصحة النفسية والجسدية ديالك. كيولي الضغط النفسي مستمر، كيأثر على النوم، الشهية، وحتى على المزاج اليومي. الحب الحقيقي كيخليك تحسي بالأمان والراحة، أما العلاقة السامة فهي اللي كتخليك تحسي بالإرهاق بلا سبب واضح، وكتولي كل حاجة كتديرها فيها تعب إضافي. من هنا من ضروري تعرفي هاد العلامة وتبدئي تفكري كيفاش تبعدي على هاد العلاقة وتحمي راسك قبل ما توصل الأمور لمرحلة أكبر من الضرر. كيفاش تهربي من العلاقة السامة قبل ما تتأذي في حياتك؟ واحد، عرفي الحدود ديالك. أول خطوة باش تحمي راسك هي تعرفي شنو مقبول وشنو ما مقبولش معك. قولي لا بلا خوف
ملي كتحسي أن شي حاجة كتجرحك وما كتسمحيش لأي واحد يتعدى على المشاعر ديالك. الحب الصحي كيحترم المساحة ديالك وكيخليك حرة. أما العلاقة السامة كتضغط عليك وكتحسسك بأنك ناقصة أو ما كتستاهليش. وقفي انتظار التغيير ديالو. واحد من أكبر الأخطاء اللي كنوقعوا فيها هو أننا كنحاولوا نبدلوا الشريك. التغيير الحقيقي كيجي من الشخص نفسه وما يمكنش نفرضوه بالقوة. إلا ما بغاش يتغير ما تبقيش كتهدري حياتك وكتنتظري المعجزات. خليك واقعية وتعرفي الوقت باش تبادي على كل حاجة كتأذيك. 3. ركزي على راسك. ديري الوقت لنفسك. حطي الأولوية للراحة ديالك، للهوايات والأشياء اللي كتخلي قلبك يفرح. بدأ تعمري حياتك بالحب الذاتي وذكري راسك بالقدرات ديالك وبالقيمة ديالك. كل ما ركزتي على راسك كل ما وليتي أقوى وأكثر استعداد تتواجه التحديات العاطفية. 4. تكلمي مع حد كتثقي فيه. ما تحمليش كل شيء على راسك بوحدك. شاركي المشاعر ديالك مع صديقة قريب أو حتى مع مختص نفسي. الدعم العاطفي كيعاون بزاف، كيخفف الضغط وكيخليك تاخدي القرارات الصحيحة بلا خوف أو شعور بالذنب. 5. الرحيل ماشي ضعف. خلي الرحيل يكون اختيار شجاع ماشي هروب. أحياناً الابتعاد هو أقوى فعل حب يمكن تمنحيه لنفسك. هو اللي كيخلي قلبك يرتاح، عقلك يوضح، وحياتك ترجع لها التوازن. تذكري الحب الحقيقي كيخليك تحسي بالأمان والدعم وماشي بالعكس.